مرحبا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع أحمد سليمان الناطق باسم الهيئة الكردية العليا التي نجريها في مدينة قامشلو داخل الأراضي السورية. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبقناة العربية، وأن نتشرف بوجودكم بهذه المناطق على أن نلتقي بدمشق في مرحلة قادمة، وسوريا مستقرة وسوريا دولة لكل أبنائها. في آخر اجتماع لكم في أربيل اتفقتم على فتح معبرين حدوديين مع إقليم كردستان العراق، هل سيتم ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية؟ الآن الدولة السورية غير موجودة في هذه المنطقة، وهي لا تتدخل في هذه المنطقة، والناس تدخل وتخرج دون أن تكون هناك أي مركز للدولة أو للنظام موجود في هذه المناطق. والآن نحن مضطرون نجد هذا الفراغ أن ننظم هذه المسألة. نحن اتفقنا في الهيئة الكردية العليا أيضا بالتنسيق مع قيادة الأقليم بأن هذه الحدود بعد انسحاب السلطة من إدارة هذه المناطق، وهي الآن بيد طرف من الأطراف، بيد قوات الحماية الشعبية الكردية، ونتيجة هذا الأمر والخلل الحاصل أردنا تنظيم هذه المسألة لكي تكون بأمان أولا، وأيضا لتنظيم العبور من هذه المناطق إلى الأقليم. فقد قررنا تشكيل لجنتين، لجنة مدنية للإشراف على المعابر، والآن الاتفاق حول معبرين فقط مبدئيا، ومن ثم أيضا لجنة لحماية هذه المراكز الحدودية وبالتنسيق مع أقليم كردستان. هل سيتم ذلك والهدف من فتح المعبرين الحدوديين، وكيف سينعكس ذلك على سكان محافظة الحسكة؟ ضبط عملية الحدود ربما لمسائل عديدة، حدود وكأي حدود آخر يمكن أن تكون معبر لدخول وللتهريب ولمسائل كثيرة تضر بأمن واستقرار المنطقة. فنحن نحاول قدر الإمكان هذا من جانب. من جانب آخر عملية الحدود هناك هجرة الآن قائمة، وهجرة كبيرة جدا حقيقة، وهي مسيئة مضرة بمناطقنا. نحن نحاول قدر الإمكان من خلال تنظيم هذه المسألة. هناك مضطرون للذهاب، وهناك أيضا حالة الآن تحتاج إلى عملية التواصل مع إقليم كردستان، وهذه المناطق ربما تكون محتاجة مستقبلا أيضا لتنظيم الحالة والعلاقة التجارية ما بين المنطقتين إذا استمرت الأوضاع في سوريا على هذا الشكل، خاصة والآن بدأت يعني الأسواق تنفذ من كثير المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين. ربما تكون نحن لا نسعى لأن يعني نعتمد على مساعدات إنسانية بقدر ما نسعى إلى أن ننظم الحياة والحياة التجارية والاقتصادية في مناطقنا بشكل يمكن الاعتماد فيها على إقليم كردستان في هذا المجال. عملية ضبط الحدود التي تتحدثون عنها تحتاج إلى جيش، هل هذا يعني أنكم تتجهون إلى تشكيل جيش كردي في سوريا؟ طبعا هذه تحتاج إلى كوادر حقيقية تفهم بهذه المسائل، وهي لها اطلاع وتجربة وممارسة نعتقد بأننا نفتقد إليها الآن، ولكن لتنظيم هذه الأمور سنبدأ، وهي محاولة ولا بد من القيام بذلك لتنظيم هذه المسألة، لأنها حقيقة الآن تعد واحدة من المشاكل الأساسية في هذه المنطقة. لهذا فقط نحن نقوم الآن وببداية لا ندعي بأنها تكون قوة حماية عسكرية أو إلى ذلك، ولكنها لتنظيم، وسنحتاج إلى في هذا المجال سوف نعتمد على بعض الإمكانات وبعض الكوادر الذين يستطيعون خدمة هذه المسألة. أود أيضا أن أسألك إذا كان النظام قد انسحب بالتنسيق معكم، أو أنه عبارة عن عملية تكتيك لا أكثر. هو ليس تنسيق مع النظام، هذا أولا، ولكن لا يعني ضرورة تصادم أيضا. هذه المنطقة طالما النظام لا يستخدم تجاه نشاطاتها واتجاه الأمور القائمة فيها المعارضة وإلى آخره بأي اعتراض أو توجه كما يحصل في المناطق الأخرى من سوريا، نحن نعتقد المصلحة الحقيقية أيضا طالما نقوم بنشاطنا الاعتراض، طالما هناك مظاهرات، طالما هناك يعني موقف واضح في المنطق في هذه المناطق ومن أبناء هذه المناطق ونشاطات القائمة أيضا، لا نعتقد بأن هذا الأمر يستدعي
التصادم وإلى هذا الشكل المهم. لكن السلطة هي التي بادرت إلى سحب يدها من الأمور العامة الموجودة في هذه. مثلا أي حالة سلب أو حالة قتل أو حالة أخرى ممكن تحصل في هذه، لا تتدخل السلطة لحل هذه المسألة. المشاكل الموجودة هم الآن يتوجهون إلى المحاكم، تقريبا المحاكم معطلة، لهذا لابد من تنظيم هذه المسائل، لابد من إدارة هذه المسائل، ليس كسلطة ولكن كإدارة للمجتمع، كسلطة شعبية للمجتمع، وهذه تحتاج إلى جميع المكونات للاتفاق حول كيفية إدارة هذه المسائل. أنت تنفي أن يكون هناك تنسيق مع النظام، لكني رأيت بأم العين الكثير من الدوائر الحكومية لا تزال تحتفظ بصورة بشار الأسد ويديرها أكراد. أيضا رأيت أن هناك نقاط تفتيش كردية لا تبعد سوى بضع أمتار عن نقاط التفتيش الحكومية، كيف تفسر ذلك؟ هذه المسألة للعلم بأن الاتفاقية الحاصلة الآن مع مجلس الشعب لغرب كردستان لم تنفذ بنودها كاملة، وهذه طالما لم تنفذ فأعتقد بأن ما تحدثت به ربما تكون مسؤولية طرف وليس مسؤولية الهيئة الكردية العليا، لأن الاتفاق لا يزال لم ينفذ كما يجب. وبعض المظاهر التي أنت أشرت إليها هي موجودة حقيقة، ولكن وجودها في مناطق التي تدار من قبل هذا الطرف أو ذاك فهي تعود إلى مسؤولية هذا الطرف أو ذاك. أما الهيئة الكردية العليا لا تنسق مع أي طرف مع السلطة في هذه الأمور. لماذا تستبعدون المكونات الأخرى التي تخطن محافظة الحسكة من خططكم لإدارة المنطقة مستقبلا؟ حقيقة هذه مسألة مهمة جدا يعني، وهذه نقطة مهمة لتوضيح هذا الأمر. نحن اشتغلنا في البداية من خلال العلاقة الكردية، توحيد الموقف الكردي، توحيد الصف الكردي. ونحن في المرحلة الأولى عندما كان هناك مجلس وطني الكردي من بدايات المؤتمر الوطني الكردي والسعي لبناء المؤتمر، ومن ثم المجلس الوطني، ميثاق المجلس الوطني الكردي، هذا المجلس كان في البداية مجلس سياسي لبناء موقف سياسي على أن تكون الأزمة بسوريا ربما لن تكون بهذا الشكل الذي وصلت إليه والذي لا نعرف إلى أين يصل في النتيجة. نحن الآن ونتيجة كما قلت سابقا انسحاب السلطة من الحياة العامة من مسؤولياتها تجاه المواطنين ومسائل المسائل الموجودة والخدمات إلى آخره، الآن نحن مضطرون إلى مسائل أخرى خدمية، نحتاج إلى تنظيم هذه الأمور، وهذه في البداية ربما كان من خلال بناء الصف الكردي أو الموقف الكردي، ولكن الآن بلا شك ونحن علاقاتنا في المنطقة علاقات إيجابية بين سائر المكونات الموجودة، ولكن هذه المرحلة ونتيجة الوضع الأمني والقلق والأخطاء ربما تكون من هنا أو هناك، وأيضا افتعال البعض لضرب المكونات ببعضها ستكون خطرا حقيقيا على هذه المنطقة. نحن الآن ليس مسألة استبعادكم للمكونات الأخرى في المنطقة عن خططكم لإدارة المنطقة، لا سيما مثلا أن تتحدث عن الحدود والحصول على مساعدات من الإقليم، أيضا شيء من الظلم بحق هذه المكونات من المسيحيين والعرب؟ أعتقد بأنه الآن نتيجة كما تفضلت هذا الواقع تماما، نحن في سعي لبناء هيئة للسلم الأهلي في هذه المنطقة. من خلال هذه الهيئة سنكون أيضا يعني نتطرق إلى هذه المواضيع وإلى الإدارة المشتركة، وربما يكون الوعي عند الآخرين لا يزال بهذا الشكل بأنه السلطة هي التي تدير، لا يحتاج الأمر إلى هذا الأمر. نعتقد نحن نحتاج كأبناء هذه المنطقة إلى التشاور الحقيقي حول حاجات مناطقنا وحول مسؤولياتنا تجاه هذه المنطقة لأمنها ولحماية ممتلكاتها ولإدارتها في حال حصول أي فراغ، وهذا بتقديري لن يكون إلا بالتوافق مع جميع المكونات الموجودة. قد تحول تركيا تهديداتها باقتحام الأراضي السورية من التهديدات إلى نطاق الواقع إذا استمرت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على بعض المدن السورية في الشمال. حينها ماذا سيكون موقف الهيئة الكردية العليا؟ نحن كان هذا أحد النقاط التي حصلت في يعني نقاش حولها في لقائنا مع داود أوغلو في زيارتنا السابقة في 6/8 إلى كردستان العراق، حيث دعينا إلى اللقاء معه مع المجلس الوطني السوري أيضا. وكان مجمل الحديث ربما بوجه عام كان إيجابي، ولكن النقاط الأساسية التي وردت فيه هو ركز على نقطتين. النقطة الأولى بأن
المجلس الوطني الكردي هو ممثل الشعب الكردي في سوريا، وهذا يعني عدم اعترافي بالهيئة الكردية العليا. والنقطة الثانية أيضا أن هذه الاتفاقية طالما هي مع بيدي وبيدي علاقاتها مع بككي وهي جزء من بككي وإلى آخره، وهم يرفضون وجود بككي أو أي جهة أخرى كالقاعدة أو غيرها في هذه المناطق. ونحن أوضحنا هذا الأمر بأن هذا الاتفاق هو اتفاق ما بين الأكراد أنفسهم، فيهم أكراد سوريون، وهذا ما صرح به رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي في لقائه مع الرئيس مسعود بارزاني بأنهم أكراد سوريون وهم حزب كردي سوري، ليسوا هم بككي وليس بينهم أي كردي إيراني أو تركي أو عراقي. وهذه الحالة هي حالة اتفاق ما بين أطراف كردية سورية موجودة، وهم فهموا بهذا الموضوع خطأ، لأن هذا الاتفاق يعني الاستقرار في المنطقة، يعني عدم الفراغ، وبالتالي يعني عدم وجود أي عناصر أخرى ممكن تساهم في تخريب أو تضر بسلم وأمن المنطقة. وهذا السلم والضر، هذا الفراغ أو هذا الضرر سيكون على الشعب الكردي، على أبناء المنطقة، على سوريا، وأيضا على الجيران. فنحن أوضحنا لهم بأن هذا الاتفاق لا يعني في نتائجه ضد لا الداخل السوري ولا خارج سوريا ولا بالعكس سيساهم في استقرار هذه المنطقة، وهو اتفاق كردي سوري. هل تنفي بذلك أي صلة لحزب الاتحاد لا أنفي الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني؟ لا أنفي، ولكن الأحزاب الكردية السورية الأخرى أيضا لهم علاقات مع أحزاب كردستانية. نحن لسنا ضد العلاقات الكردستانية، وهذا حق مشروع وطبيعي بين أبناء أمة واحدة. وأيضا يعني بمناطق الآن ترى أن الأكراد عندما توجهوا بهجرتهم الكبيرة هم يتوجهون إلى أقليم كردستان، وهذه علاقات طبيعية. ونحن أيضا على جيران بحدود العشيرة الواحدة موجودة بهذا الطرف وهذا الطرف. الناس لم تذهب إلى الفراغ، تذهب إلى أهلهم، وكذلك في تركيا أيضا. لهذا هذه العلاقات علاقات طبيعية ويجب أن تكون موجودة، ولكن هذا لا يعني أن تكون الأجندات أجندات أقليمية أو أجندات خارجية. يجب أن تكون الأجندات هي أجندات وطنية سورية. بدون هذه الإجابة للحديث عن الخلافات الكردية التي سأناقشها معك بعد أن أعود من الفاصل. مشاهدينا الأكارم، ابقوا معي بعد فاصل قصير لمتابعة الحديث مع أحمد سليمان عضو الهيئة الكردية العليا في سوريا. مشاهدينا الأكارم، مرحبا بكم من جديد في هذه المقابلة الخاصة مع أحمد سليمان الناطق الرسمي باسم الهيئة الكردية العليا. كنت قد سألته قبل الفاصل عن الخلافات الكردية. أستاذ أحمد، لماذا لم يطبق مجلس الشعب لغرب كردستان بنود اتفاقية أربيل؟ وهل يمكن أن يقود ذلك إلى صدام كردي؟ أعتقد بأن يعني مسألة عدم التنفيذ لا تقع على مسؤولية الطرف الآخر فقط، يعني طرف مجلس الشعب لغرب كردستان، بل هي مسؤولية مشتركة. ربما يتحمل مجلس الشعب لغرب كردستان أكثر في جانب، وهناك أيضا مسألة أخرى يتحملها مجلس الوطني الكردي السوري. لهذا التأكيد من الطرفين والمتابعة المستمرة، ومنذ 11/7 ولتاريخه لقد شكلنا اللجان الرئيسية. الهيئة العليا تشكلت، لجان رئيسية أخرى أيضا الأمنية والخدمية ولجنة العلاقات الخارجية تشكلت، هناك لجان فرعية أيضا تشكلت. وأعتقد بأن يعني على الأرض لم تلقى هذا الشكل الذي يجب أن يكون كما هو حاصل الآن، وكان هذا هو السبب الرئيسي في الدعوة التي وجهت إلينا في هذه المرحلة إلى أقليم كردستان، أيضا للتباحث حول ما توصلت إليه الاتفاقية. الاتفاقية تتلكأ أحيانا وتجد صعوبات في التنفيذ، ربما تكون البعض والأسباب ربما تكون أغلبها ذاتية أيضا، ولكن هناك واقع موضوعي أيضا. نحن نواجه مسألة بتقديري أكبر من إمكانات المجلسين والهيئة الكردية العليا، وصعوبة أكثر في فهم المشاكل وحل هذه المشاكل. نحن للآن لسنا متفقين تماما على طريقة هذه المشكلة، يعني رؤيتنا للمشكلة ليست موحدة، وبالتالي رؤيتنا للحل أيضا ليست موحدة. هذه موجودة، الحالة موجودة في المجلس الوطني وأيضا موجودة في المجلس
الشعب لغرب كردستان. لا أعتقد بأن المسألة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى إصرار أكثر من هذا هو. وما تفضلت به أخيرا من السؤال أن عدم تنفيذ هذه الاتفاقية أو لا سمح الله فشل هذه الاتفاقية بتقديري ستكون العواقب وخيمة على الشعب الكردي وعلى المنطقة. أود أيضا أن أتحدث عن علاقاتكم مع المجلس الوطني السوري. كنتم قد أجريتم معه مجموعة من المشاورات عبر مجموعة من اللقاءات، إلى أين وصلتم في بناء العلاقة مع المجلس الوطني السوري؟ قررنا أن نتواصل في اللقاءات، ولكن هذه اللقاءات أجلت، وهي أجلت من قبل المجلس الوطني السوري لأسباب ذاتية تعود لهم، وحتى تاريخي لم يحصل أي لقاء جديد. ولكن نحن في يعني في الهيئة الكردية العليا هناك مسألة، نحن قررنا التواصل مع جميع أطراف المعارضة بما فيهم المجلس الوطني السوري، ونحن أيضا من دعاة مؤتمر وطني سوري لكل الأطراف المعارضة السورية، لأن هذا المؤتمر عندما يكون لجميع الأطراف هو الذي يمكن أن يبحث عن السبيل الأفضل لحل هذه المسألة وفق رؤية سياسية تطمئن كل السوريين. أعتقد بأن المعارضة السورية الآن معطلة في نشاطها السياسي. الوضع السياسي بسوريا بشكل عام معطل، وهذه من إحدى مسؤوليات المعارضة السورية، وخاصة المجلس الوطني يتحمل القسم الأكبر من هذه المسؤولية، كونه يبحث عن الأمور يجد نفسه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري دون النظر إلى الآخرين كشركاء لهذه المسألة. أعتقد بأن البحث في عقد مؤتمر وطني سوري لجميع الأطراف، وهذا المؤتمر يتبنى رؤية سياسية تطمئن جميع مكونات الشعب السوري، وأن تبني هيكلية تمثل كافة مكونات المجتمع السوري، سيكون هذا هو المدخل الرئيسي والمهم لبناء معارضة وطنية سورية موحدة. تتحدث الآن عن رؤية سياسية، أود أن أعرف منك ما هي الرؤية السياسية للهيئة الكردية العليا فيما يخص الأكراد أولا، وأيضا فيما يخص مستقبل سوريا؟ ننظر إلى أن تكون سوريا ديمقراطية، سوريا برلمانية، سوريا تعددية، سوريا تؤمن بحقوق جميع مكونات المجتمع السوري. هذه سوريا لن تكون قائمة ما لم يحصل هذا التوافق الوطني لجميع هذه المكونات. الآن وصلنا لهذه المرحلة. أعتقد بأن اختصار الوضع الآن من الصراع الدائر بشكل لا يلبي رغبة السوريين كما كانت في بداية الثورة السورية. في البداية كان الكل يحاول ويسعى لأن يكون شريك في هذه المسألة. الآن بدأت تحصل إلى نتيجة عسكرة الثورة ووصول الظروف إلى ما هو عليه الآن. الكثير من السوريين الآن يجتنبون أن يكون جزء لأنهم يخافون من مستقبل هذا البلد. أعتقد بأن المسألة ليست مسألة نظام ومعارضة الآن، مسألة بناء سوريا القادمة. هناك المجتمع الدولي أيضا متخوف من هذا المستقبل، وهذا شيء مهم جدا، لأنه ممكن أن تكون يمكن أن يتفق السوريين على إسقاط النظام، ولكن على بناء سوريا جديدة كيف؟ أعتقد بأن الأمور تعقدت في سوريا، والآن المخاوف أكبر. المخاوف لدى العلويين كبيرة جدا في سوريا، المخاوف لدى الدروز كذلك، لدى الأكراد أيضا، لدى المسيحيين، ولدى الغالبية العظمى من السوريين الليبراليين. هناك مفاهيم وهناك أمور أخرى في سوريا، وبكل أسف تأخذ بسوريا إلى منحى لم تكن هي رغبة السوريين في بداية الثورة السورية. وأعتقد بأن المعارضة السورية الآن المسؤولية الأولى لها هي في بناء هذه الرؤية لطمأنة السوريين وأيضا المجتمع الدولي. هذا واحد. أما بالنسبة لنا الأكراد في سوريا، أعتقد بأن سوريا الديمقراطية ستكون قادرة وكفيلة على الاعتراف بحقوق الأكراد وبالشعب الكردي في سوريا كمكون رئيسي من مكونات هذا البلد، وحل قضيته بشكل ديمقراطي وعادل وفي البرلمان السوري القادم. هناك شعارات سياسية يرفعها أكراد سوريا، من بينها الإدارة الذاتية الديمقراطية وأيضا اللامركزية السياسية. هل استغنيتم عن هذه الشعارات وتحاولون الآن بلورة رؤية سياسية جديدة لأكراد سوريا فيما يخص سوريا المستقبل؟ نحن لم نستغني عن هذه المفاهيم،
ولكننا الآن بصدد بناء رؤية سياسية حول هذا الموضوع وتحديد صيغة لحقوق الشعب الكردي لنطالب بها. هناك اختلاف في الرأي ما بين المجلس الوطني الوطني الكردي وأيضا مجلس شعب غربي كردستان. والآن نحن بصدد بناء هذه الرؤية حول سوريا عامة وأيضا حول الصيغة التي تلائم وضع الشعب الكردي في سوريا. أيضا يعني خلال تجولي في المدن الكردية لاحظت وجود العشرات وربما المئات في الكثير من منازل الأهالي وفي المدارس كانوا يشتكون بأن الهيئة الكردية العليا غايبة تماما عنهم. كيف ترد على ذلك؟ المجلس الوطني الكردي يقدم المساعدات وأيضا مجلس الشعب لغرب كردستان يقدم المساعدات، والهيئة الكردية العليا هي هيئة يعني مشتركة للمجلسين. هذا أولا. وأعتقد بأن المهم هو أداء الشعب الكردي، أداء المواطنين الأكراد نحو هذه المسألة. وأعتقد بأن الأكراد يعني كانوا نحن فخورين بأداء الشعب الكردي في هذه المناطق واحتضانهم لإخوتهم السوريين الآخرين من مختلف المناطق من دير الزور، حلب، حمص، دمشق إلى آخره. أعتقد بأن أبناء الشعب الكردي في هذا المجال كانوا على قدر ومستوى المسؤولية في احتضان، وهذا واجبهم، وهي ليست منا لنا على أحد. لا تزال المنطقة الكردية تحافظ على بعض العادات مثل الأعراس، وهي ظواهر تتكرر يوميا، في حين تقصف مواقع أخرى في سوريا في حمص وإدلب وحما وحلب. كيف تفسر ذلك؟ أعتقد جو الحفلة هو ليس هذا الجو الذي تفضلت به. جو الحفلات السابق ربما أنا أحد الناس الذين حضروا حفلة زفاف مؤخرا بهذا، ولكنها حقيقة لم تكن حفلة زفاف، لا الجو النفسي ولا شكل الاحتفال ولا إلى آخره، ولكن الحياة ستستمر بتقديري. أعتقد بأنه ربما يكون في حمص الآن هناك حفلات زفاف، لأن الشعب سيستمر في نضاله وفي حياته. أحمد سليمان، الناطق الرسمي باسم الهيئة الكردية العليا، أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم. أما أنتم مشاهدينا الأكارم فأشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.